بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومساء الفل على الجميع، ورب كلكم تكونوا بخير. النهارده يعني طبعا انا طالع عشان اتكلم على ماتش الزمالك والاتحاد. الماتش كان النهارده الساعة 7. الزمالك فاز 2-0 و3 نقط مهمين. هنتكلم فنيا، وهنتكلم على حاجات كتير في الفيديو ده تخص الماتش، وتخص اللعيبة، وتخص الفريق، وتخص اللي جاي. وهنتكلم على حاجات تانية برضو في الفيديو ده كتير، يعني بخصوص القضية اللي النهاردة يعني بقايا المعزول كانوا رافعينها، او دلاديل وايا كان يعني اسمهم ايه، ورفض الطعون نهائيا واستمرار المجلس. دي كانت تقريبا ثالث قضية او رابع قضية على المجلس، اللي ما كملش اقل من 6 شهور ولا 4 شهور حتى. تمام. قبل كل ده طبعا يعني مش عارف والله الواحد يتكلم في ايه بخصوص ضحايا رفح واحداث رفح، وقبليها احداث غزة واخواتنا اللي بيموتوا هناك، واحنا مفيش في ايدينا حاجة غير ان احنا بندعي لهم، بنحاول نقاطع المنتجات اضعف الايمان وكمان بنقعد نتريق ونقول احنا مش لاقيين، وطعم المقاطعة وحش وطعم المقاطعة حلو، وكمان مش عاجبنا سكوت العالم ده. ربنا عند ربنا كبير جدا، وربنا هيقتص مننا كلنا وكل واحد ساكت. احنا والله مش عارفين، يعني عارفين ان احنا مقصرين، وربنا يرحمنا يا رب برحمته. ربنا يكون معاهم هناك وياخد بايديهم، وقادر على نصرهم ان شاء الله، وكل شهدائهم في الجنة بإذن الله. وبندعي ان احنا نلحق بيهم يعني، وان احنا يبقى لنا دور اكبر من كده. يعني لو بايدينا والله نعمل حاجة يا ريت، بس الواحد مش بايديه، فبجد الواحد حاسس بالعجز يعني. دعواتكم ليهم وجميعا، وربنا يفك كربهم ويقتص من العدو الصهيوني، وان شاء الله فرجوا قريب ونصرهم قريب باذن الله. نرجع للماتش. الزمالك النهارده بيقدم كوره جميله وكوره ممتعه جدا. شوط اول في كل الجمهور الزمالك بيحبه، تحكم في الكوره وبساط ولعب على الجون، ومفيش لا مركزيه في الملعب، مفيش حد متقاعد بمركزه، تغير في المراكز من غير ما تحس بخلل في اي حاجه. بجد شوط اول مميز جدا من الزمالك ومن جوميز. طبعا ساعدوا فيه كابتن طارق العشري، اللي يعني مع احترامنا ليه هو وكابتن طلعت يوسف، بس وجودهم لحد الان بيدربوا انديه في الدوري الممتاز بجد لغز. وبرضه من ضمن يعني سبب مساوئ كرة القدم في مصر ان انا كمدرب يعني افضل يعني بعمل خطة مثلا، يا اما هلعب دفاع متقدم او دفاع متأخر او ايا كانت الخطة، وتبقى كل لعبتي ان انا العب على الكرة الطويلة، وحد ينط يخبط تنزل اخد الكرة التانية، اخد اوت والعبه جوه المنطقة وتخبط واخدها. هي دي الخطط اللي بتتعمل، لان ده واحد يعني مش شايف اصلا، يعني ما ذاكرش الزمالك خالص، ما شافش الزمالك خالص. لسه مغلوب منه 3-0، وتقريبا لعب بنفس الطريقة النهاردة برضو. في وجود سيف الجزيري راح مقدم الدفاع، بيلعب بدفاع متقدم وما خدش باله. سيف الجزيري تقريبا 3 اوفسايد في اول 20 دقيقة، 3 مرات اوفسايد. واضح ان في جمله معينه، لان انت بتلعب بدفاع متقدم، فخلاص كره تيجي المسلوسي، تيجي لاي حد من ورا بيرميها ورا الدفاع لسيف. كورتين اوفسايد، منها الكره اللي سيف استلمها وريحها لناصر، ناصر لعبها عاليه.
فخلاص هي باينه يعني ان انت الحق بقى غير. فضل مكمل بنفس المنهج، وده لحسن حظنا الحمد لله لغايه الدقيقه 28. برضو كوره طويله فكرتنا كده بكوره نهائي كاس مصر 2021 بتاعت سيف الجزيري اللي لعبها لزيزو. كوره وبرده كانت من المسلوسي للجزيري، استلام ولا اروع من الجزيري نجم المباراه النهارده. وبصراحه هو مقدم في الفتره الاخيره باستثناء الماتش اللي فات برده رغم انه جاب جون، بس مقدم اداء كويس جدا. كالعاده يعني كعادات سيف ان هو بيجي في اخر الموسم بيروح في حته تانية وبيقرص على نفسه جامد، بيبقى مستواه كويس جدا. يستلم كويس ويروح مريحها بكعبه لعمر جابر، احسن باك يمين في مصر في الدوري المصري في الوقت الحالي اللي مش متاخد في المنتخب. بيروح لعبها بالعرض ناصر ماهر، انهاء ولا اروع في زاويه صعبه جدا. مهدي سليمان يتفرج عليها وهي داخله الشبكه. ده من الجمله طبعا بسبب كابتن طارق ان هو مقدم الدفاع وبيلعب دفاع متقدم في وجود السيف الجزيري اللي بيمتاز اصلا. الميزه اللي عنده عشان النهارده كان ظاهر قوي ميزه السرعه، هي الميزه اللي عنده. وطبعا في وجود واحد زي ناصر ماهر وعبد الله السعيد وحمزه المسلوسي برضو بساطته كويسه، الطوليات بتاعته مظبوطه نوعا. فده كان ريسك كبير من كابتن طارق وبرضو ما غيروش، والحمد لله ان احنا استفدنا منه. كنا ممكن نستفيد تاني وتالت ورابع، يعني المفروض كنا نطلع الماتش ده بسكور اكتر من كده. لو كان في شويه توفيق في كوره نضاي الماتش الشوط كان هيخلص الاول 2-0. وقبليها برضو كوره نضاي اللي اتلعبت في اول الماتش في دقيقه و49 ثانيه، ده من اول دقيقه والزمالك عارف واخد باله قوي من الموضوع ده. ثرو من ناصر ماهر لنضاي والجزيري، نضاي سابها للجزيري، الجزيري سابها لنضاي لما نضاي قال له خش جوه ولعبها، بس مهدي سليمان لمسها وطولت. وبعديها برضو كوره نفس الفكره ونفس اللعبه بتتلعب. وطبعا كابتن طارق مدرب اللي شغال في الدوري المصري تقريبا معدي ال 25 سنه او 20 سنه، والناس بتحسبه ان هو بيحسب علينا يعني ان هو مدرب كبير. ولما بتيجي سيرته كابتن طارق وكابتن طلعت يوسف اللي هم فكرهم دفاعي بس مفيش اي حاجه. طبعا نرجع للزمالك. مستوى جيد جدا من فتوح، فكره جميله جدا من جوميز ان هو يضم فتوح على خط النص، فتبقى بتلعب كانك خط النص بتاعك يتكون من دونجا وعبد الله وفتوح وناصر. طبعا مع تعليمات لناصر ان هو يميل ناحيه الشمال، وتعليمات لعبد الله ان هو يميل ناحيه الشمال. وطبعا لازم سرعه ارتداد نضاي لان فتوح بيبقى ضامن كتير لجوه ومش بيضم لجوه وخلاص. يعني فتوح مش بيضم لجوه مثلا وعنده بقى يقعد يلف ويحنكش، لا بيضم ويسلم تسليمه كويسه لان فتوح رجليه هي دي الميزه اللي عنده، ما بيبصيش ما بيعديش ويرقص وبتاع، مش لعب فتوح بس بيضم ويروح مسلم لواحد بصه صعبه مش اي حد يعرف يبصيها، بصه بين الخطوط. اعتمد عليها في ماتش نهضه بركان بس ما كانتش بشكل واضح قوي، ما كانش يقدر يسيب الخط بشكل كبير كده، لكن النهارده كان بيسيبه جدا لغايه ان هو كان بيسرح لغايه خط النص الثاني. وبصراحه كانت لعبه كويسه جدا. سويتش اللي حصل بين زيزو ونضاي، لان نضاي احنا مش عارفين هو مميز يمين ولا مميز شمال، ف يعني بيحصل سويتشات بينه وبين زيزو. زيزو مرهق. زيزو باين عليه ان هو تعبان ومحتاج راحه. طبعا وجوده في المنتخب ده مش هيعطي راحه. طبعا تدريبات كابتن حسام حسن اكيد هتبقى زي تدريبات كابتن جوهري كلها جري وهبد وخبط وكده، فربنا يستر علينا من الاصابات ومن الارهاق، لان يعني زيزو اصلا واضح ان هو خلاص مرهق جدا. يعني عمل كورتين النهارده، جونين، واحده لنضاي. يعني انا شتمت نضاي الاول لما ضاعت، بس لما بصيت عليه لقيت ان هو عمل فيها الصح وحطها كويس جدا وكاتمها لتحت، بس هي سوء توفيق رهيب انها ما تخشش جون. وكرة بتاعت كابتن مصطفى شلبي ربنا يخلصنا منه على خير. اللي احنا والله من اول يوم جه ومن اول ما لعب هو اقل من تيشيرت الزمالك مهما كان. كرة جايه له على يمينه واقف عليها مش عارف يعمل بيها ايه. جمله بين زيزو وشحاته وصلت الدقيقه 74 والراجل لسه نازل ونفسه فيه،
مش عارف يعمل بيها ايه، بيرجعها لناصر ماهر تاني، راحت الكره ايه رايحه. تمام. ده كابتن مصطفى شلبي تقريبا، دي يعني الحاجه الوحيده اللي عملها. والسرور اللي عمله للجزيري، اللي عمل 1 2 مع زياد كمال في الجون اللي تم الغائه. محمد صبحي نفس مشكله عواد. النهارده صبحي ما اختبرش شوطين من عند ميامي لغايه برج العرب، هم دول الشوطين، وفي وسط الجون مسكهم وتمام. الكره الوحيده اللي تعتبر اختبار اللي هي الجون اللي الحمد لله اتلغى، لان كان في تسلل، الكره وقعت، الكره دي كانت ممكن تدخل دايركت على فكره، يعني عادي جدا هتخبط بالهيد وتدخل، او ممكن تتحسب بيلن عليه لانه طالع متاخر وخبط، يعني ممكن لو ايديه خبطت في دماغ اللي لعبها بدماغه سيف توكا تقريبا يعني. ف ده الاختبار الوحيد، كره في جوه السكس ما طلعش يعرف يمسكها ولا يطلع بالبوكس. نفس مشكله عواد. احنا عندنا كارثه في حراسه المرمى، احنا عندنا كارثه في حراسه المرمى. ما ينفعش الوضع، حراس مرمى الزمالك يبقوا بالمستوى ده وانت مش هتنافس على حاجه طول ما تدي حراسك. انت مضيع نقط، لو بصيت عليها هتلاقيها 50% بسبب الحراس. كابتن محمد صبحي وكابتن عواد في ظل المستوى ده مفيش اي داعي للتجديد ليهم، ما ينفعش. مع احترامي لاي حاجه، مجلس الاداره ما ينفعش ترجع احمد نادر السيد، تشوف حارس في الدوري. انا صدقوني انا مش هقول اسماء، لان اي حارس هيقدر يأدي احسن منهم. صبحي خلاص فاقد الثقه في نفسه، مفيش اي فايده، مفيش اي حاجه هترجعه. وعواد نفس الكلام، عواد كده كده نفس غلطاته من ايام الاسماعيلي، هي نفس الكلام. هي موسم بس او موسمين قدم في جزء من المواسم دي طفره. فموضوع حراسه المرمى ده لازم يخلص. كابتن رضا عبد العال النهارده سمعته كده بيقول بعد الماتش ان اداء الزمالك النهارده والبساط وبتاع وكده ده شغل لعيبه مش شغل مدرب. هو انا مع احترامي والله ان هو، انا عارف ان يعني الناس بتقول كده ان هو كانوا لعيبه جامده والله، سواء هو ولا الناس كلها اللي ارائها غريبه، يعني كانوا لعيبه جامدين، لعيبه كوره جامدين، وانا حضرت كابتن رضا عبد العال يعني. بس مش معقوله انك يعني تقول حاجه زي كده ان في مدرب محافظ لعيبه حاجه، يعني مفيش لعيبه بتلعب من غير مدرب. انت لو جبت احرف لعيبه في العالم ونازله مش حافظه حاجه او في جمله مش هيعملوا حاجه. اللي بيحصل النهارده على ارض الملعب شغل مدرب. انت لازم تبين انك مختلف، يعني مش لازم. وان زياد كمال ينزل مكان عبد الله وشحاته ما اعرفش ايه، شحاته طبعا لعيب كويس ولعيب هايل وانا نفسي ياخد عن دونجا، ودونجا يقعد شويه لان برضو دونجا ممكن يكون داخل عليه الارهاق وابتدى في الارهاق. بس شحاته عنده مشكله فعلا النهارده اتاكدت منها، تقريبا في الدقيقه 73 هجمه مرتده لفريق الاتحاد راجع، مش محتاج اكتر من ان انت تمشي تقف تسد زاويه التمرير على مهاجم الاتحاد او تمشي جنبه تضايقه، رحت داخل عليه بكل اندفاع، رحت واقع على وشك. وبعديها كوره برضو ادت لشوطه جت جنب العارضه، ماشي جنب اللعيب، رحت متزق يعني داخل عليه جامد، راح اللعيب التاني فاضي راح مديها له ولعبها جول. فعندك مشكله. كابتن محمد شحاته عنده مشكله ان هو متسرع شويه. لعيب هايل عنده طاقه ملهاش حل وهنستفيد منه قريب، بس لازم حته الاندفاع دي تخف شويه. زياد كمال، مفيش لعيب في مصر يقدر يقعد عبد الله سعيد. مفيش لعيب في مصر مع احترامي لزياد كمال ولا غيره ولا مين. انت مش الاهلي مثلا عندك خط النص بتاعك مروان عطيه وامام عاشور عشان تقول لي عبد الله يطلع ونازل حد. عبد الله هو اللي مخلي لك شكل. السرور اللي اتعمل في الجون الثاني ما حدش يعمله غير عبد الله سعيد، ما حدش يعمله غير عبد الله سعيد في الزمالك. اللي انت حاسس ان اللعب سهل وفي استحواذ وصل ل 78%، ده بسبب وجود عبد الله. فمش معقوله يا كابتن رضا انت بتتفرج، يعني المفروض بتطلع تحلل وبتاخد فلوس عشان تقول الكلام ده. يعني انا مش طبعا، يعني انا عارف ان انت دايما ارائك يعني مختلفه تماما، بس مش لدرجه تقول ان اللعيبه والجمل والحاجات اللي بتحصل دي شغل لعيبه يعني.
لا اللعيبه دي مش شغل، لا ده شغل مدرب وشغل تكتيك، ان تجميعة اللعب، وان فتوح يضم على هنا، ونفتح ونفضي نضاي عشان نلعب له الثرو عشان يلعبوا بالعرض، ولا ان احنا نطلع الجزيري لما الفريق اللي قدامنا بيطلع دفاع متقدم فاحنا بنرمي الكرة للجزيري. ده شغل مدرب يا بابا، مش شغل، مش انا اللي هقول لك، يعني عيب والله. يعني الواحد بيشوف، انا اول مره اشوف لك حاجه يعني تحليل، وانا بالصدفه والله شفت لك كلمتين دول. يعني ما بتفرج من ايام ابراهيم فايق، ما بقتش اتفرج عليك طبعا، لان فهمت الفكره ايه، ان انت يعني دي ارائك والله، انت مش عايز تطلع ترند، هي دي دماغك انا فاهم، بس في الجلاش خالص. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. نرجع تاني للماتش. فتوح يا ريت يا ريت يعني نخف اصابات عضليه شويه ونخف سهر. بجد غيابك بيأثر جدا على نادي الزمالك، خصوصا ان مفيش بديل، وكمان انت يعني حتى البديل لو اتوجد مش هيبقى زيك. فعشان خاطر الجمهور وعشان خاطر الفريق يا ريت نخف اصابات شويه. ان شاء الله عودتك للمنتخب ده كفاء، يعني مكافأة على مستواك الفترة الأخيرة، أنت لعيب كبير، لعيب كبير جدا جدا يعني. تاني دونجا محتاج يريح، هو وزيزو بالأخص. فيعني ربنا يستر عليه بعد فترة التوقف الدولي وبعد تمريناته مع كابتن حسام حسن. عمر جابر النهارده بيعمل اسيست، بيثبت ان هو فعلا احسن باك يمين في مصر، بيقدم ماتش ولا اروع. في كوره بس خبط، بدل ما يرفع خبط شاط الارض بس، يعني مفيش اي حاجه. اداء كالعاده ثابت، مفيش اي حاجه، ما تاثرش بعدم استدعائه للمنتخب، لان احنا طبعا عارفين عدم استدعائه للمنتخب ده سببه ايه. كله عبث يعني عمر كمال ما تمش استدعائه، فهستدعي عمر جابر يعني، فلازم لا استدعي 2 تانيين خالص. واحد محمد هاني جمهور الاهلي اصلا مش عايزه يلعب في المركز ده، واكرم توفيق اللي كولر ما بيعتمدش عليه اصلا في الباك يمين، فشيء من العبث يعني. فربنا يستر على المنتخب بجد، الماتشات دي اللي هي اصلا تعتبر سهله وكانت اسهل تصفيات يعني، بس طبعا هنشوف العجب يعني للاسف الفتره اللي جايه فيها. الحمد لله النهارده المجلس اترفضت الطعون اللي كانت مرفوعه عليه من قبل مجلس المعزول او اعضاء قديمه تبعه ايا كان يعني، وتم تأييد نجاح دكتور حسام مندوب. خطوه كويسه في الاستقرار، بس دي رابع قضيه او ثالث قضيه. تمام. الناس اللي بتطالبنا بان احنا بعاد عن الاهلي، وان احنا ازاي الاهلي 12 افريقيا وانت كام وانت معرفش فين. انا مجلس هو ما كملش 4 شهور مرفوع عليه 3 قضايا. تمام. انا عايش بقالي اكتر من 20 سنه في الجحيم ده، ومحدش بيتحرك، والناس كلها واقفه بتتفرج. منافسه ايه اللي انت عايزنا ننافسها؟ منافسه ايه يعني؟ منافسه ايه اللي انت طالب ان انت تشوفها من فريق بيتعرض لكده من التسعينات وحل مجالس الاداره؟ احسب كم مجلس اداره مسك الزمالك وكم مجلس اداره مسك الاهلي. هل تم حل اي مجلس اداره للنادي الاهلي باستثناء لما جه عمل طاهر ابو زيد الحركه دي وبالليل مشي؟ مفيش. ولما تيجي نتكلم مع الناس وتيجي نقول الزمالك بيعيش ظروف صعبه، فعشان كده فرحتنا باي بطوله مختلفه الناس بتاخدها بتريقه. بس انت لو خرجت بره الصوره كده من ان انت منتمي لاي نادي هتعرف ده فعلا ده حقهم. الناس دي بتتعب، الناس دي حقها انها ازاي الناس دول اصلا ازاي خدوا بطوله برغم اللي هم عايشين ورغم الظروف اللي ماشيه بيها؟ ما بتحصلش. اكبر مشاكل النادي الاهلي يعني مثلا ان الفراخ بانيه بتنزل للاعضاء بارده شويه. فارجوكم يعني يبقى في شويه مخ لما تيجي تتكلم وتقول المنافسات وما اعرفش ايه. احنا بعيد، احنا بنحاول بعيد، وفي اسباب، وهي دي من ضمن الاسباب، دي اهم الاسباب. الاستقرار اللي بيجيب رعاه، اللي بيجيب فلوس، اللي بيجيب حاجات كتير، واللي البلد سايبه عماله تتفرج، لان الكلام في شخص معين دمر النادي على مدار
20 سنه والناس واقفه بتتفرج. هو بتليفون ممكن يقعد في بيتهم، بتليفون بيختفي عن الساحه، لكن عادي ما دام معانا احنا خلاص سايبينه. موضوع في كلام في الموضوع ده ما يخلصش والله العظيم، والله ما يخلص. بس انا يعني هما كلمتين عشان نرد بس على النقطه دي. عامة ان شاء الله تبقى دي تقريبا اخر قضيه والمجلس كده يستقر. لازم عليه دلوقتي ان هو يفك القيد، ما بقاش اوبشن او اختياري، او ان انا جبت لعيبه كتير. انت جايب لعيبه كتير في نفس المركز ومنهم واحد جاله صليب اهو، فواجب عليك انك تفك القيد، ده شرط الزامي. عندك سوبر مع الاهلي وعندك دوري السنه الجايه، لو قدرت انك تلحق دوري ابطال افريقيا، في بطوله افريقيه، في لعيبه لازم تتعاقد معاها. احنا عندنا محتاجين 8 او 9 مراكز. اشرف بن شرقي لو فري لازم يجي، ده شغل مجلس الاداره، وده فريق الكره هو اللي لازم ان احنا نركز عليه. انا مش فارق معايا بقى الفشل اللي حصل في الالعاب التانية ولا حاجه. انا عن نفسي انا كل اللي يهمني ان الكره هتظبط، بقيه الباقي هيظبط. تاني هقولها، الكونفدراليه مش نهايه العالم. انت خدت الكونفدراليه، انت كده خدت كاس العالم للانديه؟ لا، انت ما عملتش حاجه. برضو المجلس الاداره لازم يبقى اجريسيف شويه في دفاعه عن حقوقه وعن رموزه اللي بتتشتم. احمد الاحمر بيتهان وبيتشتم وما بيعملش، ملوش اي رد فعل. واحد زي احمد الاحمر ده، يعني شيكابالا لو قلنا هو اللي بيبتدي وهو اللي ابتدى الجمهور وما اعرفش ايه، احمد الاحمر ده عمل ايه لاي حد من جمهور الاهلي عشان يتشتم هو ولا اخته؟ مجلس الاداره ولا اي حاجه. اشباه الناس اللي بتطلع، الدلاديل اللي بتطلع في القنوات زي كابتن، والله مش كابتن، ما ينفعش يتقال عليه كابتن، زي ابراهيم سعيد اللي انت سايبه ليل نهار وما قدمتش شكوى للمجلس الاعلى للاعلام. سايبه يتريق على لعيبتك ويتريق على النادي ويطلع يقلل منك ويقلل من لعيبتك ومن رموزك، وسايبه مش مقدم شكوى فيه. هو ما ينفعش يترد عليه، بس تقدم شكوى للي سايب ان الشخص ده يطلع. لو بيقدم برنامج، يعني لو بيقدم على القناه بتاعته زي ما انا بطلع كده، ماشي يا عم براحته، على صفحته الشخصيه براحته، لكن ده بيطلع في قناه فضائيه، فما ينفعش تسيب الموضوع كده. مش كلها بقى ترفع وبتاع، وانت كده مش بتترفع. يعني ما نطلعش نظهر في كل شويه في برنامج وما بناخدش وما بنعرفش نجيب حق النادي. انا بحترم المجلس جدا وبقدره جدا وعارف ان هم مستلمين تركه خربانه، بس رجاء حقوق النادي ما تضيعهاش. في نهايه الفيديو عامه، يعني دول كانوا اخر كلمتين عندي بخصوص مجلس الاداره، كانوا كلمتين بخصوص الماتش. الف مبروك الثلاث نقط، وكانوا مهمين جدا، وان شاء الله نبني عليهم، وان شاء الله بعد التوقف نكمل على كده، وباذن الله نلحق يعني نحاول بيراميدز يفقد نقط او حاجه عشان نكون مشاركين في دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. شكرا لكم جدا ومع الف سلامه.